يقال إن أهل سدوم كان عندهم خير ومزارع وثمار، إلا إنهم كانوا أبخل الناس، واللي يفكر ياخد من خيرهم يسرقوه ويضربوه علشان ما يقربش منهم تاني. لكن إبليس قال لهم لأ، كده مش كفاية، لازم تعملوا حاجة تخلوا محدش يفكر يقرب منكم نهائيا. اتمثل لهم إبليس في صورة شاب وسيم جدا، وزين لهم فعل الفاحشة معاه، فلما جربوها اعتادوا عليها واستغنوا عن كل النساء. فضل سيدنا لوط يدعوهم للبعد عن الفاحشة دي، لكن كان عندهم إصرار رهيب. دول كمان كانوا بيهددوه لو ما توقفش عن دعوته ليهم هيطردوه هو وبناته من القرية. اللي نسيت أقول لكم إن محدش آمن بيه غيرهم، حتى زوجته ما كانتش مؤمنة بيه، وفضلوا على الحال ده لغاية ما سيدنا لوط زهق ودعا بالهلاك على قومه، وفعلا أتى الأمر من الله بهلاكهم.